فضيلة الشيخ، قبل ما أنتقل للملف الآخر، هي المرحلة مرحلة شجاعة. نعم. من هذول السياسيين؟ تقدر تسمي لنا كم اسم لو ندخل الملف الآخر؟ أكو تحرج؟ احنا رئيس الحكومة نطالبه نقول له سمي الفاسدين والمجرمين، فليش الشيخ حسين ما يسمي الفاسدين والمجرمين يعرفوا؟ أنا لا أتحرج. إيه؟ أنا لا أتحرج، تعودت وعودت شعبي على الصراحة، كنت صريحا دائما مع شعبي، واليوم أنا أيضا صريح مع شعبي. هناك محاولات جادة من بقايا حزب البعث الملتفة حول الكتل السياسية الموجودة، وخاصة في مجلس الوزراء والسيد رئيس الوزراء أغلب المحيطين به هم من البعثيين، وأنا لدي أسماء ولدي قوائم، وأنا أرسلت كتب رسمية بإمكاني أن أطلع المشاهد على هذه الكتب الرسمية. ما حصل في مجلس الوزراء أخيرا هي انتكاسة في العملية السياسية وفي تأريخ الجهاد ضد حزب البعث. ما حصل من توقيع على قانون تعديل المساءلة والعدالة هي انتكاسة حقيقية، لأن طيب. الذين وقعوا اللجنة الخماسية هو عبارة عن دولة القانون، وأنا أقولها بشكل واضح، عبارة عن دولة القانون وممثل عن العراقية وممثل عن الكرد صالح المطلق ومحسن السعدون، بالإضافة إلى هادي العامري وكذلك أيضا خالد العطية وإبراهيم الجعفري، والذين صادقوا عليه في مجلس الوزراء هم وزراء دولة القانون وبعض وزراء القائمة العراقية من أتباع صالح المطلق، ونحن نعلم من هو صالح المطلق جيدا الذي اجتث وأعيد مرة أخرى. هناك حديث مفصل لكن يحتاج إلى وقت أطول.